أهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بها صحيحة؟ نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وتكونوا بخير وصحتكم مزيان. نتمنى الفيديو اللي فات يكون لا الإعجاب ديالكم. بالمناسبة اللي مازال ما شافوش غنخلي لكم الرابط ديالو في الوصف. كنطلب منكم أنكم تسمحوا لي على هذا الديكور المتواضع، راني مازال يلاه كنوجد، ولكن ما بغيتش نتعطل عليكم وقلت نلوح ليهم هذا الفيديو وان شاء الله يقبلوا عليا كيف ما كان الحال. المهم اليوم غنعاود لكم واحد القصه ولا واحد الجريمه اللي وقعت في مدينه خريبكه اللي هي المدينه ديالي، اللي كنتمنى لها ان شاء الله احوال محسن ووضعيه محسن. هذه الجريمه غنعاودها لكم بطلب من الضحيه اللي هي الجاره ديالنا، اللي كنقدم ليها تحيه من هنا وكنكليها بزاف ديال الحب والاحترام. وقعت هذه الجريمه في واحد النهار اللي كان صعيب بزاف على مدينه خريبكه. وباش تعرفوا التفاصيل، اللي عنده شي شغال، اللي عندها شي شقه، اللي عنده شي خدمه، حطوا التليفون حداكم واجيو مرحبا بكم نعاود لكم التفاصيل ديال هذه الفاجعه. واحد النهار، نهار 29 شهر 9 2021، البوليس كانوا خدامين الخدمه ديالهم حتى كيجيهم واحد الاتصال من واحد الكولونيل اللي كان سايق الطوموبيله ديالو وغادي في الطريق ديالو للخدمه، حتى كتبان له واحد السيده اللي طايحه في الشارع غارقه في الدم وفي واحد الحاله صعيبه. هبط مسكين الله يجازيه بخير انه قدم ليها المساعده ومشى كيجري لعندها، كيحاول يشوف مالها واش حيه ولا ميته ولا شنو. لقاها مازال حيه وكان كيسولها زعما على التفاصيل. ديك الساعه اتصل بالبوليس اللي جاو كيجريو البلاصه فين وقعت الجريمه، وكانوا كيحاولوا يستفسروا منها وياخذوا من عندها المعلومات، حيت كانوا خايفين لا تموت ولا تفقد الوعي وهذا الشيء غادي يعطل عليهم البحث. الحمد لله انه قدروا ياخذوا من عندها المعلومات ديال السيد اللي دار فيه هاد الحاله هذه، عرفوا السميه ديالو، فين كيسكن، فين كيخدم الى اخره. وديك الساعه جات لومبيلونس اللي طاروا بها للسبيطار باش يقدروا يقدموا ليها الاسعافات وداك الشيء. في ديك الوقيته اللي البوليس مازال مشغولين مع هاد القضيه ديال السيده، مازال كيعرفوا كيحاولوا يستفسروا شنو واقع، كيحاولوا يقادوا امورهم باش يمشيو يقلبوا على هاد السيد اللي عطاتهم السميه ديالو والبلاصه ديالو. في ديك الوقيته اللي مازال الفوضى نايضه والعائله ديالها وكلشي كيجري وكلشي مخربق، كيوصلهم اتصال تاني كيقولوا لهم الناس باللي واحد السيد راه انتحر في السكه ديال التران. مشاو عاوتاني مساك البوليس تيجريو، وبين قوسين كيف يقول السي خراز الله يسمح لنا من البوليس، حيت راه فريمون الخدمه ديالهم قاصحه بزاف ومتعبه وشاقه. الله يكون في عوانهم والله يحسن عوانهم، وكنحمد الله عليهم على الامن ديال بلادنا. المهم من بعد فاش وصلوا البوليس قدروا يعرفوا من خلال الشهود اللي كاينين تما، ومن خلال الشخص اللي كان سايق التران، ان هذا السيد حط الموتور ديالو في حدا السكه ومشى وقف فيها وبقى كيتسنى في التران اللي كان جاي بسرعه، اللي السيد اللي سايقو كانه حاول يفراني ولكن ما قدرش حيت كانت السرعه ديالو كبيره. وهذا السيد قرر انه يوقف يدير الحد لحياته، وهذا الشيء اللي قسم الله توفى وما قدروش يعتقوه. دابا انا متاكده انكم كلكم كتسائلوا شنو العلاقه ما بين جارتنا اللي في السبيطار وهذا السيد اللي انتحر. باش تعرفوا التفاصيل غنوقفوا القصه هنا وغادي نرجعوا باش نتعرفوا على شكون هي هذه السيده وشكون هو هذا السيد، اشنو جمعهم واشنو وقع في داك النهار المشهور. الجاره ديالنا زوينه غادي نسميوها في هذه الحلقه امينه، هي كبرات حدانا في حومتنا، جارتنا، كبرات في عائله اللي مستقرين وكيبغيو بعضياتهم ومرتاحين وامورهم طيبه. كانت الوالده ديالها الله يعمرها دار، كنا كنقولوا ليها دادا، انا كنت عزيزه عليها وكانت عزيزه عليا. كنت مازال صغيره كنمشي عندها تبقى تدور معايا ولا تهلا فينا، وكان كيعجبني الخبز ديالها، ديما تنبقى نقول لها دادا عطيني خبيز واخا نكون شبعانه. الله يرحمها، كنتمنى كلكم ترحموا عليها. كانت واحد الانسانه طيبه بزاف وكانت عندهم واحد العلاقه طيبه، وكنا جيران بزاف، عائلتي كلهم مجاورين معاهم مصاحبين معاهم. كبرات امينه، بدات كتكبر وكتزيان وكتعطي العين وكانت ظريفه ما شاء الله وكانت حبوبه. هادشي اللي خلى واحد السيد اللي هو حتى هو الجار ديالنا قريب لينا شويه، ماشي جارنا بحال امينه ولكن المهم في نفس الحومه تقريبا. صافي شافها وبغاها وقصد دارهم وبغى معها الحلال،
ما بغى لا علاقه لا حتى شي حاجه، مشى لحلال النيشان. واخا كانوا بزاف ديال الصعوبات في الاول من ناحيه العائلات، ولكن هو تحدى مسكين كلشي وقدر انه يتزوج بها على سنه الله ورسوله. ومشاو وسكنوا مع دار، نسميو حنا هاد الزوج ديال امينه غنسميوه محمد باش نسهل عليكم، مابقاش كل مره نقول لكم السيد سيد سيد. مشاو سكنوا في دار محمد مع والديه، وكانت امورهم مزيانه، كانوا فاميل كيبغوا بعضياتهم، وكانت بيناتهم هذيك الموده والرحمه. ولكن كيف ما كنعرفوا دوام الحال من المحال. محمد كان كيبغي امينه بواحد الطريقه اللي قاصحه شويه، كان كيغير عليها بزاف، ما كانش كيخليها تخرج، ما كانش كيخليها تمشي لدارهم، ما كانش كيخليها تمارس الحياه الطبيعيه ديالها، كان كيشك، كان كيخاف على اي حاجه. وهذا الشيء ولا كيخلق لهم بزاف ديال المشاكل مع بعضياتهم، ولاو ما كيتفاهموش ولا كيتناقشوا دائما، لدرجه وصلت حتى للعنف على ما كتقول هي. صافي ملي لقاو ان هاد المشاكل كثروا بزاف، جلسوا واتفقوا انهم يطلقوا ويديروا حد لهذا الشيء. صافي داكشي اللي كان نيت، طلقات امينه ورجعت لدارهم ورجعت عند والديها وجلست عندهم عام. وفي هذا العام كان محمد كيدير حاله وكيدير كاع المحاولات باش انه يرجع امينه، حيت جاه الفراق صعيب وما قدرش على فراقها وكان كيبغيها. حاول يقنع والديها وحاول يقنعها بكاع الطرق اللي تخيلوا، وربي ما خيبوش، ورجعوا عاوتاني يتزوجوا، رجعوا عاوتاني يسكنوا مع دارهم، وكانت الامور ديالهم طيبه، كان كلشي مزيان. ورزقهم الله بواحد الوليد اللي هو الرزق ديال امينه في هذه الدنيا، كتبغي له واحد الدرجه ما نقدرش نوصفها لكم. عندهم علاقه، واحد العلاقه بعضياتهم غزاله، الله يخليهم يا ربي لبعضياتهم. صافي كان محمد فرحان بولدو بزاف، كان هذاك الوليد هو ديك الشميعه اللي ضوات ليهم حياتهم. ولكن عاوتاني بداو كيبانوا المشاكل ما بين امينه وعائله محمد. المهم بدات عاوتاني يصدعوا داكشي، اتفق محمد وامينه باش انهم يخرجوا يكريو ويسكنوا بوحديتهم يبعدوا على الصداع. صافي راكم عارفين كرا واحد دور على قد الحال، وبداو عندكم كيفرشوا شويه المعاش شويه هكا شويه هكا، قدروا يستقروا مع الوليات ديالهم. ولكن عاوتاني بداو كيبانوا المشاكل، حيتاش كيف عارفين الواحد فاش يكون عايش مع والديه تيكون على الاقل ساكن فابور ماشي بحال الكرا، تيكون شي شويه قاصح. والمصروف ديال الوليد. وكيف قلت لكم محمد كان عنده واحد المحل ديال الصناعات اليدويه، وهاد الحرافي هادو ما تكونش فيهم زعما شي مدخول كبير بزاف. داكشي باش بدات الامور الماديه ديالهم تتزير. وقرر محمد انه غادي يحرق ليبيا، غادي يمشي لليبيا، ومن ليبيا غادي يحرق لايطاليا باش يقدر يصوفي راسو ويصوفي مراتو ووليدو. هادي صوفي هادي ما عرفتش كتجيكم، كيسمحوا لي راني كنهضر سبونطاني، باش يقدر يقد لهم مستقبل محسن. مشى محمد وبقات امينه ويوسف في دار والديها عاوتاني، وتعذبوا شويه، راكم عارفين مشى مده طويله وبقاو بوحديتهم. ولكن ما سعفوش الحظ انه يقدر يمشي لايطاليا للاسف. ما قسمش الله، دار بزاف ديال المحاولات ولكن كلها ما صدقاتش. هذا الشيء علاش صافي قرر يرجع للمغرب. وفاش رجع شي شويه بواحد النفسيه اللي ما هياش. راكم عارفين واحد الشخص فاش كيكون عنده واحد لوبجيكتيف وصافي وقف باش يحققه باي طريقه وما كيقسمش الله، كتكون صراحه قاصحه. هي ربما تبان لي هذه بصفه عامه، ربما تبان لك واحد الحاجه تكون دايرها في بالك باغيها ومحروق عليها باغيها وما تتصدقش ليك وتتكعى وكيطلع لك الدم، ولكن ربما فيها خير وخير كبير. هذه طبقوها في حياتكم كاملين. ربي عرض علينا الاقدار ديالنا كاملين، كنا غنختاروا هذاك القدر اللي ربي اختاروا لينا. ديما نحمد الله ونشكروا على اي حاجه. سمحوا لي على بين قوسين. قلت لكم فاش رجع بنفسيه ما يشتليه هذا الشيء. صافي عاوتاني بداو المشاكل مع امينه، وصافي ما بقاوش يتفاهموا نهائيا، ولاو على ابسط حاجه كينوضوا مشكل. صافي بقاو صابرين 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 حتى وصلوا لواحد الحد اللي صافي ما بقاش فين هذه العلاقه غادي تكمل. هذاك الشيء علاش جلسوا واتفقوا ومشاو داروا طلاق حب اتفاقي بيناتهم، وسمحات له امينه في كاع الحقوق ديالها. صافي بغات غير تهنى، لدرجه حتى الحضانه ديال يوسف هو اللي خداها، بقى معاه يوسف عاش معاه. وامينه ديك الساعه مسكينه مشات لكازا باش تخدم وتبدا حياه جديده. في ديك كازا صراحه تكرفصات بزاف، خدمات بزاف الخدامين، ضربات التماره،
راكم عارفين في اي خدمه طيح لكم على البال، دارت مسكينه الميناج، دارت خدمات في خبازات، ما خلاش فين خدمات في الوزينات، المهم مده طويله وهي خدامه. كان يوسف عايش مع محمد وكان عايش معاه مزيان الصراحه، كان كيتهلا فيه وكان كيحماق عليه، رغم ان محمد تزوج وولد جوج وليدات، ولكن كانت دائما ديك البلاصه ديال يوسف سبيسيال. راكم عارفين داك الوليد الاول، واللي خلاها سبيسيال كثر هو انه يوسف كان واحد الطفل زوين وظريف والله يعمرها دار. وشحال كنت نلعب معاه فاش كنا صغار، حيتاش كانت امينه فاش كتجي كل مره كتبقى تخدم، وفين ما كتلقى شي فرصه هكا في العطله ولا شي حاجه كتجي لخريبكا، وكان كيجي هو عندها، كيجي من دار بابا كيجي عند امينه اللي جارتنا، وكنبقاو نلعبوا في الحومه. وكانت امينه مسكينه كتجيب ليه اللعاب، تجيب ليه الحوايج، كانت كتهلا فيه بزاف بزاف بزاف. وفي ديك البيريود اللي كانت هي امينه كتخدم في كازا، كان يوسف عايش مع باه وداز سنوات طويله. امينه كانت كتجتهد وكتخدم، وكان عندها واحد لوبجيكتيف، انها واحد الهدف، انها بغات تشري دار ولا شي ابارطمون صغيره فين تعيش فيها هي ويوسف، حيت كانت كتقول غادي يكبر شويه وغادي يجي يعيش معاها في كازا، وغادي يخدم حتى هو وغادي تعيش هي وياه. هذا هو كان الحلم ديالها. وكانت مسكينه كتخدم وكتجمع الفلوس، بقات الامور غدا مستقره بحال هكا، حتى دار يوسف 16 عام. راكم عارفين سن المراهقه وداكشي كيكون شويه قاصح. يوسف صافي ولا عنده واحد الحلم اللي هو انه خصو يمشي لبرا، حيت كيشوف كلشي ولاد الحومه والعائله وكلشي مشاو، هو بوحديتو اللي مسكين باقي تما. بغى يمشي باش يعاون راسو، باش يعاون ميمتو، باش يبدل الوضعيه. صافي قالها الامينه وهي مسكينه، واخا دوك الفلوس دابا فيهم تماره، واخا ولدها عندها عزيز ما قدراتش تحطم له دوك الاحلام ديالو، وهذوك الفلوس اللي ضربات عليهم كاملين تماره عطاتهم له وقلبات له على حراك وصيفطاتو لليبيا. حتى هو كان غادي يدير نفس التراجي، غادي يمشي لليبيا، ومن ليبيا غادي يمشي لايطاليا. صافي المهم واخا كان صعيب الفراق وكانت واحد البيريود اللي صعيبه بزاف، ولكن مشى يوسف ليبيا، وهذا الشيء كان بلا خبر محمد. وهذه كانت هي اصعب حاجه وقعت، حيت محمد كان متعلق بيوسف لواحد الدرجه صعيبه بزاف، وكان مولفو، كان كيبغيه بزاف. ما تقبلش كيفاش ان امينه صيفطاتو لبرا بلا خبارو، وسورتو انه امينه كانت خايفه انها تقولها لمحمد وما يوافقش ويمشي يوسف يدير شي حاجه في راسو ولا شي حاجه، حيت صافي كان معول انه يمشي. داكشي باش خزنات عليه حتى هي ماشي لخاطرها، الله يسمح لنا من الوالدين شي مرات نكونوا مضطرين نديروا شي حوايج واخا ما خصهمش يداروا، ولكن هادشي اللي عطا الله. صافي من بعد يوسف دوز واحد البيريود صعيبه في ليبيا، دوز مسكين عامين تما، وكان كيدير بزاف ديال المحاولات باش يمشي لايطاليا، ولكن من كاع المحاولات ما كانوش كيصدقوا، وتكرفس مسكين بزاف. وراكم عارفين باقي صغير، باقي ما عارفش، ما معاه حتى شي واحد. كانت بيريود اللي صعيبه بزاف عليه. داكشي باش واحد المره كان كيحاول انه يحرق، ولكن تشد وشدوه في الحبس. وهذيك الشده ديال الحبس كانت صعيبه بزاف، وعيط الحراق اللي كان داه، عيط الامينه قال ليها راه ولدك مشدود، خصكم تصيفطوا ليا اكثر من 2 مليون ونص باش نقدر انني نخرجه، وباش يبقى عندي حتى نعاونو باش يمشي لايطاليا. صافي امينه داك الفلوس اللي كانوا عندها كاملين كانت عطاتهم ليوسف في الاول، يعني دابا ما لقاتش كيفاش، يلاه بس مسكينه كتقاتل باش تجمع. عاونوها والديها وعاونوها دارهم، داكشي باش قلت لك راه كانت عندهم واحد العلاقه مزيانه، الله يخليهم لبعضياتهم. وناض الاب ديال محمد اللي هو الجد ديال يوسف، عيط لامينه بالتخبيه وعطاها 5000 درهم وقال ليها ما تقوليش لمحمد انني عطيتك، ما بغيتوش يعرف انني عاونتك. السبب علاش ما عرفتش صراحه شنو كان بيناتهم، ربما ما كانش عارف انه محمد ما كانش عارف ان باه عنده هذاك الثمن، ما عرفتش انا بالضبط. المهم قال ليها هاكي هاد 5000 درهم وما تقوليهاش لمحمد. صافي داكشي اللي كان، ولكن بطريقه او باخرى محمد قدر يعرف هاد القضيه هذه ديال 5000 درهم، وتجمعوا عليه بزاف د الاحاسيس. اولا هاد القضيه اللي دار باه تخبي عليه، ثانيا الشمته ديال ان يوسف مشى بالاخبارو، ثالثا الخوف على يوسف من الحبس ومن داك العذاب اللي كيعرفو عايش. تخلطوا عليه الاحاسيس بزاف. وقالت لي امينه انه كان عنده حتى شي مشاكل عائليه. صافي المهم بقى كيجمع حتى وصل لواحد البيريود اللي صافي كره حياته وكره راسو وكره كلشي. صافي المهم كانت نفسيته مدمره بزاف. داكشي باش واحد النهار اللي قلت لكم نهار 27 في شهر 9 2021
كانت امينه بيتها عند اختها في الدار. وهاد اختي ساكنه تقريبا في الجوانب ديال مدينه خليبكه، فواحد البلاصه اللي ما عمراش بزاف، ماشي حومه شعبيه فيها الناس بزاف. عيط ليها محمد في الصباح، لبس هذيك اللبسه ديالو ديال الخدمه، خدا واحد طورنوفيس اللي كنقول حنا طورنوفيس بالمغربيه الدارجه ديالنا، خداه دارو في جيبو وعيط ليها قال ليها فينك. قالت له انا راه كاينه عند اختي. قال ليها واش عقلتي على ديك البقعه اللي كنت دافع، حيت هو كان دافع واحد البقعه من شحال هادي. قالت لي عقلت. قال ليها راه بغيت نفرحك انها خرجت ليا، والحاجه المفرحه انني مدير بيوسف مديرو مدخلو معايا في البقعه، يعني البقعه تكون في سميتنا بجوج. امينه فرحات بزاف وداك الشيء، وقال ليها الا بغيتي تعرفي التفاصيل اجي نجي عندك وخرجي نهضر معاك نعاود لك التفاصيل. امينه من طبيعه الحال فرحات، حيتاش واخا ديك الساعه تفارقوا داك الشيء صافي كانت الامور بيناتهم عاديه، زعما ماشي مضاربين ولا شي حاجه، بالعكس كانوا كيتعاونوا على المصروف. فاش يوسف كان شد كان ديما كيعاونها، عطاها اللي فات لي ما قلتلكمش انها عطاها 10000 درهم فاش كان يوسف تشد في الحبس، يعني كان كيعاونها كل مره كيعطيها الفلوس باش تزيد عليهم وتصيفط ليوسف. يعني ما كانش مخاصمين ولا بيناتهم شي حاجه خايبه، بالعكس. صافي مشى عندها لحد الدار في سكن اختها، وخرجت امينه ومعها بنت اختها. خرجوا لقاوه كيتسناهم بالموطور واقف عادي. جاو سلموا عليه اهلا هادي امينه فرحانه انها ولدها ولا عنده واحد النصيب في هذيك البقعه. جبد هو واحد سلم عليها عادي، ما كيهضرش زعما بعنف ولا كيبان لك انه شي حد اللي ناوي على الخطر ولا شي حاجه، بالعكس مكالمي عادي. هادشي باش ما يخليهاش كاع تشك انه غادي يدير شي حاجه خايبه. مازال واحد فاش يكون هضر معاك وتيبان لك انه معصب كدير اتونسيون، اما هي كان كيهضر معاها عادي. كانت بنت اختها واقفه معاها شويه، وجبد هو واحد الورقه ديال الفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديال يوسف. قال ليها واش عندك لاكارت الاصليه ديالو؟ قالت لي لا ما عنديش. قال لي هذا الفوتوكوبي وشوفي واش هو هذا. هي مركزه كتقرا في داك الفوتوكوبي. هو جبد داك التورنيفيس وضربها في الظهر ديالها 5 ديال الضربات اللي كانوا قاصحين بزاف، وعاود ضربها في ضربه اخرى لكرشها. امينه مسكينه طاحت وبدات كتنزف. بنت اختها خافت وبدات كتجري لدارهم باش تقول لماماها بلي راه اختك راه وقع عليها باش يقدروا يعيطوا على البوليس ولا شي حاجه، حيت ما كانش عندها ديك الساعه هي التليفون، باقا صغيره ما عارفه مسكينه حتى شي حاجه. صافي هو شاف منين شاف هو امينه في ديك الوضعيه طايحه والدم، صافي بانيكا وخاف. شنو دار؟ هز الموطور ديالو، جزيريه وحده مشى للسكه وحط الموطور ديالو حدا السكه، وكيف قلت لكم وضحت لحياته. وهذا هو الشخص اللي قلت لكم اللي عاودت لكم عليه في الاول، انه لقاو البوليس منتحر. كيفاش تعرفوا عليه؟ وانه فاش جاو البوليس قلبوا الوراق ديالو لقاو هاز البسطام وهاز لاكارت ناسيونال اللي فيها، لقاو السميه لقاو فين ساكن وداكشي، اوتوماتيكمون تعرفوا عليه وعرفوا انه هو الطليق ديال امينه اللي عاد داوها للسبيطار. المهم محمد الله يرحمه تسرع حيت امينه ما ماتتش. الحمد لله امينه حياه ورزق، رغم انه وقعوا ليها بزاف ديال المضاعفات، حيت داك الطورنوفيس كان مصدي وكان قديم. وقعوا ليها بزاف الالتهابات وبزاف التعفنات، و واحد الميوسكل تقاس ليها في ظهرها اللي كانت مهمه، اللي سبات ليها انها مسكينه تشلات، ما بقاتش كاع كتزيد وما بقاتش كتنوض نهائيا لمده ديال 5 شهور. كانت ديك البيريود قاصحه عليها بزاف. شويه بدات كتعاني من واحد الالم في الراس فظيع. على مسكينه ما كانت كتعاود ليا مسكينه بواحد الحرقه وكتفكر دوك التفاصيل. قالت لي كنت نخبط راسي مع الحيط على الله يزكى ليا شويه ديال الالم. المهم فاش داك الالم ولا غير محتمل، مشاو داوها العائله ديالها لكازا لواحد السبيطار تما، وقدروا يعرفوا انه واحد الجلطه واحد الكتله دمويه صغيره طلعت ليها للراس، وبحال بغات تبوشي ليها شي عروقه في راسها. داكشي علاش كان كيجي هذاك الالم اللي قاصح بزاف. وديك الساعه قرروا انهم ضروري خاصها دير عمليه مستعجله على راسها، ودارتها مسكينه ب4 مليون ونص. كانت عمليه قاصحه بزاف وتمحنات مسكينه بسببها. موراها بدات شويه كترجع في الصحيحه ديالها بشويه بشويه. جابوها للدار وداكشي. من موراها بدات كتشلل عليها واحد الرجل اليمنيه، ما كتبقاش كتحس بها نهائيا. بدات كتعاني معاها حتى هي شويه. مشات عاوتاني للسبيطار كدوز وداكشي، ولقاو بلي
ضروري خصها دير عمليه ثانيه على رجلها، ودارتها عاوتاني حتى هي بواحد الثمن حتى واقيلا من 2 المليون، وباقي لحد الان مسكينه كدير الترويض وباقي كتعرج. ولكن الحمد لله انه الحاجه الزوينه في حياتها اللي هو يوسف قدر يوصل لايطاليا، ودابا راه عايش مع والديها مع الاب ديالها وخوتها، حيت قلت لكم راه الوالده ديالها ماتت غير مؤخرا مسكينه الله يرحمها. يوسف دابا حالته طيبه، خدام وكيعاون ميمتو، وضروري ما كيعيط لها كل نهار، يتجمعوا ويتعاودوا عندهم واحد العلاقه زوينه. الله يخليهم يا ربي لبعضياتهم. خويا يوسف الا كنتي كتشوفني الله يسر امورك والله يخلي لك ميمتك. اختي امينه، الحمد لله على سلامتك، انه بقيتي لوليدك، والله يجعل يا ربي اخر الاحزان. هنا صارت القصه ديالنا في هذا النهار. بغيتكم ترحموا على دادا الله يرحمها، وبغيتو ترحموا على محمد حتى هو علم الله بحالو بنفسيته اللي خلاتو يدير هذه القضيه هذه. وبغيت نطلبكم واحد الطليبه، ترحموا لي على با. عافاكم في كل فيديو نحطوه فين ما تشوفوا هاد الوجه تفكروا با وترحموا عليه، واخا غير في خاطركم، انا ماشي ضروري نقول لكم يعني كتبوها ولا شي حاجه، غير فاش تشوفوني ترحموا لي عليه، حيتاش كنبغيه بزاف الله يرحمه يا ربي. وبغيت نفكركم عافاكم الا كنتو مازال ما دايرينش ابوني، حيت بزاف الناس كيتفرجوا وما دايرينهاش، الا مازال ما دايرينش جاب ديروها وخليو لي شي تعليق زوين باش نقدر نكمل في هذا الكونتوني وتشجعوني. قد ما شجعتوني قد ما غادي نتحمس ندير لكم فيديوهات اكثر وفيديوهات احسن. وكنوعدكم انني نبدا نخدم بشويه بشويه على المحتوى، على قضايا زوينين، قضايا اجنبيين، قضايا مغربيين وعربيين. جاي ان شاء الله بزاف الحلقات زوينين، ما غاديش نبقى نتعطل عليكم، وغادي نوعدكم انني نعدي داكشي رسالة اللي عطاني الله ونقاد لكم بشويه بشويه حتى نلقى شي ركن فين نصور اللي يكون يليق بكم ويعجبكم كوم اريا بلون. وشكرا بزاف حيت كملتوا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي قصه جديده. خليت لكم الراحه ويلقاكم ان شاء الله الفيديو الجاي حتى هو في احسن الاحوال. السلام عليكم.